تقدم بشمال معمر حضرنا وجينا، يا سلام الله عليكم عموم، لا داعي الداعي وجوب علينا، نثني المده ونقضي اللزوم. سلمهم. السلام عليكم، كيف انتم يا رجال؟ مساكم الله بالخير جميع. اسال الله العلي العظيم انه يعتق السجين، وانه يوفي ديته، وانه يظهر اهلها سالما غانم، وان الله يعينكم ولا يهينكم ويقويكم. هذا ربعكم المعمرين اهل المضه، احضروا مشاركينكم المره الاولى ب100، واحضروا ذا الحين مشاركينكم ب100، لكن اما 60 في هذا سندها محوله في الحساب، ولكن اما 40 في خاصه من ربعنا الحجريه ال معمر وقد وصلتكم. ولا هذه بالمخالصات بيننا وبينكم يا بني عمنا، ان اكتملت يده هذا طلبنا وطلبكم، والنقص شيء حاضرين لكم لين تنتهي يده ولين تكتمل. كل ما كررتوا النداء كررنا العطاء. السجين قبل موقفكم ذا اللي بيض الله وجهكم عليه في ولدكم، واما عقبه فلا ولدنا ولدك حطانا كلهم وشرته على الجميع، وحطانا بيضان وجيههم ولا هم قصرين ولا قصروا الاول ولا هم قصرين تالي. هذه الاولى. الثانيه يا طوال العمار في ربعكم ال معمر على راس الشيخ علي بن فردان بن مشافلت، تعذرونكم في الحضور لظروفه الصحيه بالنسبه له وبعد المسافه ولا هم موجودين في المنطقه، وربعنا الغايب الباقيين اللي خارج المنطقه اللي في خارج المملكه وداخل المملكه، وحضرنا يلي يشوفون وجيهنا ممثلين بني عمنا الغيب. والحقيقه يا بني عمنا لو ان المواقف انه يتطلب رجال كان نحمد الله ما علينا نقول رجال، ولا حد مداخل على حضوركم شيء، ولا حد قاصر عندكم شيء، ولا بحان نفسه في الحضور، ولكن المواقف مواقف مال، وحنا حاضرين في المال وحاضرين في الحال اللي احتجتوا الحال. هاو زايد اعفى من يسمع. يا مرحبا يا مرحبا، ارحبوا والله يحييكم ولا يهينكم. مدتكم طيبه الاولى والثانيه، كلمتكم طيبه وصفكم وافي وانتم وافين، وقلتوا مرحبا ومساء للقهوه وللطيب، الله يحييكم. يا مرحبا ومسهلا، الله يحييكم يا بني عمنا، انتم اخواننا واللي عندكم لنا واللي عندنا لكم، جعل الحمانه بسيكم يا ولد الحارث، وانتم لنا وحلكم جعل الحمانه بسيكم، الاول ولا تالي، كل علومكم ناموس، والله يحييكم وقلتوا. اعزائي متابعي منصه هدى الاعلاميه وسناب عبيده الرسمي، نلتقي بالشيخ سعيد بن محمد بن مشافلت. اول شيء نشكركم على حضوركم لمرسم قبيله المسارده. ثانيا كلمتك لقبائل قحطان ولشيوخها ونوابها ورجال اعمالها، بما ان المتبقي 15 يوم. مرحبا، واسال الله يحييك ويحيي ما يسمع ويبيض وجهك ووجه جميع طاقم الاعلاميين اللي ما قصروا في موقفهم ذي طيبه الحقيقه، سناب هود وسناب قحطان والجميع، لا من عبيده ولا من مسارده ولا من قحطان الحقيقه. بالنسبه لرساله اللي قحطان كافه شيوخ قبائل واعيان جميع تجار، فانا اطلب من الله ثم منهم مثل ما قد طلب قبل انهم ما يدخلون شيئا على بين عمهم. المتبقي قد هو قليل قد راح الكثير ولا قصروا، ولكن نحن مهما حصل منهم ما نستغني عنهم حقيقه، ولا مسألة مستغنين، وهم كذلك لو شيء عند حد منهم ما استغنوا، فلذلك ما نستغني ولا يستغنون بنعمهم منهم ولا يدخلون على بنعمهم شيء. هذا بقى المتبقي، وهذا ولد اعتبره ولدك حطانا كلهم عقب نداء بنعمهم، وكرر الكلام ذا واقول له اعتبر الولد ولدك حطانا كلهم، وعلى كل حطاني منه مشروع الحقيقه. فاوجه لهم رساله انهم لا يدخلوا على شيء بنعمهم، ونقول بيض الله وجههم ما قصروا في الحمول الاولى ولا عاد القليل ولا هم قصرين ان شاء الله فيه، وكرر النداء لهم بطلبهم وازهمهم باسم المسارده وباسم قحطان وعبيده وكلهم. بسلامتك سلام ما يسمع. سالم وشاكر مقدم متعب بن سعيد ابو ظهير. اول شيء نشكركم على حضوركم لمرسم قبيله المسارده. ثانيا كلمتك لقبائل قحطان عامه بخصوص قضيه السجين مبارك المسردي والدية اللي عليها. كلمتي يقول بيض الله وجه قحطان على الحميه اللي ما هو بغريبة عليهم، ودنا نتكلم بكل ما يقدر نتكلم به، ولكن انه يعجز اللسان عن التعبير في هذا الموضوع. الحمايه بيننا يرس شعر الراس منها، وحنا والله ودنا ان احنا ندفع كل ما نملك، وان الله يطلع هذا الولد اللي صارت هذه الحرمه تزم حتى القبائل اللي من غير قحطان. لا بالله هذا ولدنا وحنا اولى، والمال وكل ما نملك استطاعتنا ندفع كل ما نملك. حنا اولى بولدنا نحن نطلعه من هذا السجن. نسال الله سبحانه وتعالى ان يخرجه من كل شر ويعنا وياكم، والله لا يهينكم بيض وجهكم. ويجزيك طال عمرك وشاكر ومقدر لك اتاحه هذه الفرصه. الله يحييكم. اعزائي المتابعين نلتقي بالشاعر محمد بن ظهير شاعر البيعه. نشكركم على حضوركم لمرسم قبائل المسارده. ثانيا كلمتك لقبائل قحطان من شيوخ ونواب واعيان ورجال اعمال.
الله يبقيك ويطول أعماركم يا شناب عبيده وشناب هود. كلمة شكر وثناء في البداية لجميع إعلاميين قحطان المخلصين في جميع قضايا المجتمع المدني والوطن، والله يبيض وجهكم على حضوركم وعلى التعب. ثانيا أشكر قبائل المساردة على تكاتفهم وعلى نشر هذا الموقف الحقيقة الكبير. ثانيا نداء، وتوقع أني كررت النداء أكثر من مرة، هو مطلوب مني ومن كل رجل له مكانة في المجتمع، لعموم قبائل قحطان، تجار ورجال أعلام وفكر، فالحضور أتوقع لم يبقى سواء 10 أيام تقريبا أو 9 أيام، فنرفع الصوت ثاني مرة ونضم صوتنا لصوت إخواننا المساردة وأم السجين وأقربائه في هذا الحدث الجلل. كان في تأخر الحقيقة، مع أن قحطان ما تعودنا منهم على التأخير في هذه المواقف الكبيرة مثل هذا الحدث، ولكنهم تأخروا صراحة. ثانيا أدعو دعاء خاص وأرجو رجاء خاص من بني عمنا قحطان، أصحاب المزاينات، كبار رجال الفكر، رجال الأعمال، إذا احتاجونا دائما في مزاينات، في عرض، حضرنا كشعار من بعيد ومن قريب، وحضرنا كجمهور في العروض الخاصة بهم، وإلى الآن بعض منهم لم يحضر والعين ما زالت صوبهم. ندعوهم، ندعو قبائل قحطان الله يطول عمارهم لسرعة الحضور لمن تأخر إلى الآن، فالمدة قصيرة والوقت ضيق جدا. قبائل المعمر ممثلين في حضورنا العصر ما قصروا، قديم أو حديث، وهم الله يطول عمارهم مثل السيل اللي أوله ما ينتظر تاليه. حضروا في الأولى وحضروا في المثنوي، وكل أسبوع وكل شهر وهم حاضرين. تجاوزت مداتهم الآن تقريبا 1,200,000 ريال، وإن انتهى الحمل على بني عمنا ولا حطينا فوق القيادة عقال ومعهم، حتى إن شاء الله تظهر شمس الفرج والنور من جديد. وكذلك فيها أبيات حسب طلبكم: لا خير في كثر الحكاوي والقصايد، لا خير في كثر الحكاوي والقصايد، إن كان ما به يا قحطان حمية، يا ربعنا يا طيبين العوايد، وش عذركم من صيحة المسردية، تزهم وتنخى في جميع البدايد، من كبر فجعتها وكبر القضية، تسهر لما ناموا كبار الوسايد، وتجر ونات صلاب قوية، ترجي هل الفزعة وساع البنايد، زبن الدريك اللي عزومه ردية، روس قحطان مرجحين العوايد، روس قحطان مرجحين المدايد، أهل الفخر من يوم بقع صبية، ترى الجميل يدوم والعمر بايد، والمال يفنى والليالي مدية، تجملوا في المعضلات الشدايد، يا أهل الجميل بكل صبح وعشية. سلامتكم جميعا.